السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. في فيديو النهاردة ان شاء الله بإذن الله هشارك معاكم روتين في المطبخ، روتين سهل وسريع. انا من الناس اللي بحب اشوف فيديوهات زي دي كتير جدا، لانها بتديني حافز كده ان انا اقوم واخلص اللي ورايا. فاكيد في ناس زي طبعا وبتحب تشوف فيديوهات زي دي، فحبيت ان انا اشارككم بالفيديو ده. اول حاجة اللي انا عايزة اقوله لكم في الفيديو ده ان انا عايزة اتكلم معاكم شوية عن ساعة انجاز انا كنت بعملها لنفسي. يعني انا بخلي تنظيف البيت ياخد مني ساعة واحدة بس، ايا كانت هذه الساعة بقى اخلص فيها اللي انا اخلصه. بس المهم في بداية يومي بخلي ساعة اسمها ساعة انجاز. اول حاجه بصحى بدري شويه، ولو حتى ما صحيتش بدري المهم ان بيكون اول ما بصحى ببدا ان انا احدد ساعه. الساعة دي بتكون في بداية يومي. ولو انت بتشتغلي حاولي تخليها قبل الشغل بتاعك، يعني عشان خاطر تكوني قبل الشغل بتاعك تبدأي تصحي بدري، وتخليها قبل الشغل بتاعك مثلا بساعة كده. تاني حاجة ببدأ ان انا البس اللبس بتاع التنظيف بتاع البيت اللي انا بنظف بيه، ولازم يكون عندنا لبس للبيت ان احنا ننظف بيه، ولبس تاني يكون بنقعد بيه. تاني حاجة ببدأ أمسك البوليت جورنال بتاعتي أو المخطط بتاعي، وأبدأ أكتب أنا ورايا إيه، 1 2 3، وأكتب ورايا إيه في البيت. تنظيف مثلا ورايا غسيل مواعين، ورايا مثلا ترتيب سراير، ورايا كنيس ولا مسح ولا إيه بالظبط. دي تاني حاجة. تالت حاجة أبدأ في الساعة دي أبعد أي حاجة تشغلني، يعني لو أنا مثلا الموبايل ده هيشتتني فببدأ إن أنا أبعده عني. أي حاجة هتشتتني في الوقت ده ببدأ أبعده عني. هو حاجة واحدة بس بستخدم فيها الموبايل، وهو إني بظبط الموبايل على التايمر وبخليه على لمدة ساعة، علشان خاطر التايمر بيشجعني ان انا اسابق ادخل معاه في سباق، فابدا اخلص قبل الساعة، او على الاقل ربنا يكرمني وابقى خلصت في خلال الساعة اللي انا ظبطت بيها التايمر ده. تاني حاجة ببدأ أعمل كل حاجة مرة واحدة. أول حاجة بعملها هو إني بشغل الغسالة على الغسيل وأسيبه يعني يتغسل عبل لما أعمل الشقة يكون الغسيل اتغسل، فأبدأ إيه إن أنا أنشره. تاني حاجة امسكي مثلا شنطة أو الباسكت بتاع الزبالة، وامشي في الشقة حطي في الباسكت ده أي زبالة تقابلك، منديل، كيس، أي حاجة تقابلك في الأرض شيليها. تاني حاجة امسكي السبت بتاع الغسيل وامشي كمان في الشقة لفيها كده، شوفي لو في مثلا اي هدوم واقعة في الارض لميها، حاجة مثلا تبع المطبخ في الارض لميها، اي حاجة. بصي جمعي مشتتات الشقة كده اللي مترمية في كل حتة في الباسكت ده كلها مرة واحدة. بالتالي انت لقيتي ان المكان نضيف قدامك، ناقص بس انك ترتبي وتنضفي وتلمعي. ابدأي اول حاجة بالسراير، الاوض لو فيها سراير اول حاجة تبقى بالسراير، لانه بياخد حيز كبير جدا من اوضة النوم او اوضة الاطفال، وفي نفس الوقت لما بيتنضف بتحسي ان الاوضة خلاص كده نطفت. حتى لو التسريحة مش نظيفة انت بتحسي ان الاوضة نظيفة لان السرير نظيف ومترتب. تاني حاجة بتبدأي بعد ما بتعملي مثلا الأوض اللي فيها السراير، بتعملي سراير، تبدأي بالأوض اللي فيها الأنتريه أو الركنة، ابدأي بالركنة أو الأنتريه الأول. بعد كده ابدأي إن انتي تنضفي وتلمعي، يعني أي حاجة تنضفيها لمعيها مرة واحدة. وبعد كده تبدأي ان انتي تكنسي وتمسحي ان كانت الارض عايزة مسيح، او تكنسي بس. وخلي اخر حاجة اللي هو المطبخ والحمام، لان لو انت هتمسحي هتفضلي داخلة خارجة على الحمام، ولو انت بتكنسي او بتدخلي زبالة في الباسكت بتاع المطبخ او اي حاجة هتفضلي داخلة خارجة على المطبخ. فخلي الاتنين دول اخر حاجة بالنسبة لك. تاني حاجة عايزة انصحكم بيها ان انتوا اي اوضة تبدأوا ان انتوا تخلصوها من التنظيف تبدأوا تقفلوا الباب بتاعها، علشان خاطر ما تتبهدلش تاني وتحسي ان انت انجزتي حاجة. تالت حاجة، لو انت عندك مثلا أدوية مترمية مثلا يمين وشمال، ابدأي نظميها في قلب باسكت كده، وخلي الباسكت ده خاص بالأدوية دي، علشان خاطر يعني في بعض البيوت بتكون الأدوية في كل حتة، هنا برشام وهنا دواء كحة وهنا معرفش ايه، وخصوصا اللي عندهم أطفال.
كمان حاولي ان انت ترشي معطر علشان او بخور، حاولي ان انت تميزي بيتك بمعطر او ببخور عشان تحسي بالنظافة. تاني حاجة، حاولي ان انتي تدخلي المطبخ، تبدأي بيه تبدأي اول حاجة تعملها في المطبخ، تبصي على 3 حاجات اساسية في المطبخ: الحوض والبوتاجاز والرخامة. دول 3 حاجات بيخلوا المطبخ نضيف، ولو مش نضاف بيخلوا المطبخ كأنه زي ما بيقولوا كده يعني مهرجل. اول حاجة الحوض، لو فيه مواعين ابدأي خلصيها واغسليها. تاني حاجة البوتاجاز اغسليه لو محتاج ان هو يتغسل. تالت حاجة جمعي الشتات اللي بيكون موجود على الرخامة ولمعيها. حتى لو ما كنستيش المطبخ هتحسي ان المطبخ رايق ونضيف جدا. دي اهم حاجة لازم تعملها في المطبخ. بعد ما بتنضفي وتخلصي يومك كده، حاولي ان انت تكافئي نفسك علشان تحبي التنظيف. انا عن نفسي بحب جدا بعد ما بخلص اشرب كوبايه نسكافيه. يعني لو هشربه في بدايه يومي، لا انا بحبه بعد ما بخلص واجباتي الاول. بحس ان انا فعلا انجزت، فبقعد اشربه كده بمزاج. كمان حاولي ان انت مثلا تغيري الملابس اللي كنت بتنضفي بيها وتلبسي ملابس نظيفه، علشان خاطر يعني ايه تحسي كمان ان انت يعني البيت نظيف وانت نظيفه والاولاد نظاف، كل حاجه حواليك نظيفه، بيخلي ان انت عندك راحه نفسيه. هنا انا كنت خلصت معاكم المطبخ وبنضف الزرع ده. وخلصت الحمد لله. لحظة جميلة جدا انك تشوفي الحوض بتاعك بالمنظر النظيف ده في الاخر. يا انجاز عظيم، حاجة كده كل ستات البيوت بتحبها. يلا قومي كده بقى، لو وراكي حاجة ابدأي اشتغلي معايا وشوفي الفيديو وانت بتشتغلي معايا، واعملوا لايك وسبسكرايب. اسيبكم على خير.